انا جاي في الفيديو ده اسير الجدل حوالين المشروبات بتاعه الانيميا. يقول لك بقى اعمل عصير الرمان مع عصير البنجر مع مش عارف ايه تاني واشرب والانيميا اللي عندك كلها هتتصلح. طبعا ده كلام ولا ليه اي علاقه خالص بالساينس. هو يمكن عشان لونهم احمر فربطوا ما بينه وبين الدم. في شويه حديد موجودين في البنجر، في شويه حديد موجودين في الرمان، ولكن عندنا دايما قاعده مهمه جدا ان اي مينرال او اي معدن جاي من مصادر نباتيه بيكون دايما جاي مرتبط باحماض. الاحماض دي بتمنع امتصاصه، عشان كده بيكون النسبة اللي بتمتص منها ضعيفة جدا، وبالتالي تأثيرها عشان تصلح مشكلة مرضية فيها نقص حديد شبه مستحيلة. وبالتالي لما يجي نتكلم النهاردة على موضوع الايرون ديفيشنسي انيميا وان انا ازاي اصلح موضوع الانيميا، لازم ارجع بعد تحاليلي للطبيب المختص عشان اظبط نسبة الحديد او جرعة الحديد اللي انا محتاجها. دي ممكن تبقى عوامل مساعدة، ولكن المصدر الافضل للحديد هي المصادر الحيوانية. واكتر اورجان او عضو بيخزن حديد هو الكبد. الليفر او الكبد هو افضل مصدر موجود فيه حديد من مصدر حيواني، بيجي بعديه اللحمه الحمراء. ولو هتكلم على اللحوم البيضاء فبتكلم ان ورك الفرخه بيكون فيه حديد اكتر من اللي موجود في صدر الفرخه. فلو انا عايز ادور اكتر على حاجه تديني مصدر حديد كويس، ادور على المصدر الحيواني وامنتين اكمل امشي كويس مع الحاجات التانية. انا ما بقولش ان البنجر والرمان وحشين، هنتكلم عليهم ان شاء الله في حلقه تانية على مزايا كتير قوي موجوده فيهم، انما مش لازم اقول ان فيهم حديد ولا لازم اقول ان هم بيعالجوا انيميا نقص الحديد. فمش كل حاجه بتتقال على السوشيال ميديا صح، ونرجع كل حاجه لمردها العلمي وناخد حاجتنا مظبوط. وافتكر دايما ان صحتك